السلام شيرات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم السردين، راح تشوفوهم درتو مع خضره. نبداو على بركه الله. هنا شوفوا بديت نقي فيه، حكمت موس وبديت نقي فيه، قطعت له هذاك الراس قبل. تحبوا تنقوه بالخضمي ولا بيدكم، يعني الطريقه اللي تجيكم سهله خدموا بها. نحولو كامل هذاك اللي يجي داخل، نقوه مليح، مخلوش هذاك مصارم فيه. كما راكم تشوفوا وجا بزاف بنين، وان شاء الله كامل تجربوه، وكي تجربوه ردوا لي بالخبر اذا جاكم بنين ولا لا. وهنا نغسلو، نحطوه في الماء، نزيد تاني نفيريفي بالاصابع تاعنا كش ما بقى، ولا نزيدو نحو. نكمل كامل الحبات كما انا كذلك وريت لكم كيفاش تنقيه باليد. بالنسبه اللي ما تعرفش تنقي باليد، هاي اللي تحكمي تقطعي من الراس وتجي جبديه يتنحى هذاك اللي معاه. هاليك شوف كيفاش نقيتو. هنا نحطوه في الماء، ومن بعد بديت نحلو في هذوك الحراشف اللي يجوا الفوق. ماذا بيا كامل تنحوهم باش يجيكم في الطياب يجيكم مليح. تحكموا موس وتبداو تطلعوا من التحت حتى الفوق. كملوهم كامل هاك. كاين اللي يجي فيها، كاين اللي ما يجيش فيها، يعني بصح نتوما كامل فوتوا عليهم باش تنقوهم مليح. ومن بعد بديت نحلو في هذاك السن تاعو، نفتحو كامل. بالنسبه للطريقه تحكموه من الفوق هكا وتبداو تجبدوا للتحت. هاي ليك شوفي تنحى معاك في ساع. نكملهم كامل هاك. شوف كيفاش نبدا من الفوق حتى لتحت، نبداو نجبدو حتى يطير كامل. نكملو كاع الحوت اللي معانا. وهنا كان عندي خضره كنت غليتها، كان عندي بطاطا وكان عندي زروديه وبسباس، كنت غليتهم في الماء ونقيتهم مليح. ومن بعد كذلك كان عندي طماطم، وكان عندي فلفل، وكان عندي فلفل حلو، وكان عندي طماطم مصبرة وزيت، وكذلك عندي عصير الليمون، وعندي ملح، وعندي زعفران بالنسبة للتوابل، وعندي راس الحانوت وكمون. هنا راح نبدأ نقطع في الخضر دوائر. هنا غير بالسياسة عليها، من راهي كنت غليتها في الماء شوية تفتت معايا. ماذا بيكم تغلوها باش في ساعة لخاطر الحوت ما يديش معكم بزاف طياب، باش يوجد لكم في وقت قصير. وما تنسوش تدعموني لايك وتعليق واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس باش اي فيديو نحطه يوصلكم. ونتمنى يعجبوكم الفيديوهات. كانوا عندي حبتين تاع بطاطا، واللي تحبوا ديروا حبتين ثلاثة على حساب المول اللي راكم رايحين ديروا فيه وعلى حساب الحوت اللي جبتوه، يعني ماشي شرط كيما درت ديروا، على حساب افراد تاع العائلة. نقطع كل شي دوائر، كذلك الجزر. بالنسبة للطبق جا هايل، واش نحكي لكم، جا بزاف بنين. هاي اللي نكملوا الجزر. وكذلك بالنسبة للبسباس جا بزاف بنين معاه.
ماذا بيا ديرو كامل يعني حبة ولا زوج ماشي بزاف. يزيد لكم في البنة تاع الخضرة. كذلك البسباس كنت غليته في الماء مع البطاطا ولا الجزر. قطعوا كذلك دوائر. هاي راه وقت البسباس و ماذا بيا تجربوه في كامل الوصفات اللي تقدروا ديروهم فيه لانه بزاف بنين. وهنا كان عندي فلفل حلو كنت كذلك قطعته دوائر، والطماطم كذلك نقطعوها دوائر. ماذا بيا كامل تضيفوا الطماطم لانها تزيد في البنة وتعطي الطياب. شغل هذاك الماء اللي فيها يطيب قاع البطاطا ولا الجزر وتجي بزاف بنينة. انا بعد ما كملت قطعت الخضر. وهنا راح ندير الصلصة للحوت. تتبيلة تاع الحوت راح ندير لي زيبيس اللي قلت لكم. عندي راس الحانوت وكمون وملح، وكان عندي الزيت. ندير واحد 3 ملاعق تاع زيت وعندي طماطم مصبرة، وعندي كذلك كان زعفران، وعندي ليمون كنت عصرته. خلط كلش مع بعض. ومن بعد نبدا نضيف فيه على الحوت. بالنسبه كنت خليت شويه تاع ملح شويه تاع لي زيبيس ماشي بزاف، باش من بعد نزيدو نضيفوهم للخضر اللي درتو معانا باش تاني هما يعطونا بنه بزاف بنينه. هنا كنت حطيت بابي كويسون في المول وحطيت البطاطا. نبداو بالبطاطا هي الاولى، نفرشوها على كامل البلا. هنا كانت شويه تفتت معايا بخاطر طولت لها شويه في الطبيخ تاعها في الماء. هنا كنت زدت الجزر نفرشوه كامل على المول. تحبوا تكثروا البطاطا وديروها كامل على المول يعني ما يتخلوش فراغات كيما تحبوا نتوما واش عندكم ما ديروا. وراح نزيد حبات تاع البسباس اللي درتهم نحطوهم فوق البطاطا والجزر. نحطوهم عشوائيا يعني اصلا البسباس مش راح يشد هذاك الشكل تاع الدوائر. نفرشوه مليح نسقمو البلا تاعنا باش كامل النواحي يكون فيهم هذاك البسباس. وهنا راح نبدا نضيف الطماطم، وبعد راح نزيد الفلفل حلو. يعني كان طبق بزاف بنين من الخضرة، يعني كانت تشكيلة بزاف بنينة. نحطوه على كامل النواحي. انا ماذا بيا ديروا التتبيله للحوت قبل ما تبداو تحطوه في الخضره وكامل باش هذاك التتبيله كامل يشربها الحوت. شغل الحوت تاعكم يولي متبل مليح. وهنا كان قاعد لي شويه تاع ملح شويه لي زيبيس كنت ضفت لهم شويه زيت شويه تاع الماء. وكنت ضفتهم فوق الخضره باش كذلك هما يعطونا بنه مليحه وتجي فيهم هذيك البنه تاع لي زيبيس ويجو مالحين ما يجو صامتين من تحت. ومن بعد فرغت كامل عليهم. هنا كنت حطيت الحوت تاعي وبديت نديرله في التتبيله. نعمرو كامل حبه تاع الحوت كما راكم تشوفوا. كملوا كامل الحبات اللي معانا.
هنا تحبوا تزيدوا للتتبيلة تاعكم عفوا الثوم، كذلك راح يعطيكم ذوق بزاف رائع. نكملو كامل. هايليك بعد ما كملناهم، وهنا نحطهم فوق الخضر تاعنا. هايليك بعد ما كملناه. وهنا بعد ما دخلناه للفور كنت شعلت له من الفوق ومن التحت باش يطيب. هايليك هنا بعد ما طاب معانا وجا بزاف بنين، نتمنى تجربوه. هايليك بعد ما طاب، يعني طاب هايل. هايليك هنا نوري لكم كيفاش جا غير يتفتت. ها ما شاء الله. شهيتكم في الجنة ان شاء الله.